ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا زي ما انتم عارفين انا لحد قبل الديدلاين بحوالي 5 دقايق وانا محتار، اعمل هالاند تريبل كابتن ولا اختار الوايلد كارت احسن. وكنت مقرر فعلا اعمل هالاند تريبل كابتن، لكن في الاخر الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا اخترت ان انا اعمل خاصية الوايلد كارت. طبعا زي ما انتم عارفين انا كان عندي الجولة اللي فاتت صلاح وجوتا، وعندي كمان كريس وود. كريس وود استبدلته وجبت مكانه زي ما انتم عارفين ويلبك، والحمد لله ويلبك الراجل زي ما انتم شايفين احرز هدف واخد بونص 3 نقط، اصبح عنده 9 نقاط، ودي حاجة كويسة في بداية الجولة. كمان استبدلت جوتا وصلاح وجبت مكانهم سون ودي بروين. لقيت ان سون ودي بروين مبارياتهم سهلة، ممكن يعملوا حاجة، فقررت على اخر لحظة استبدل جوتا وصلاح واجيب سون ودي بروين. والحمد لله زي ما انتم شايفين فوق كده دي بروين الراجل احرز هدف، عمل اسيست، طبعا نقطتين بتاع المباراة. كمان اخد بونص نقطتين، الراجل الحمد لله جايب 13 نقطة زي ما انتم شايفين. وصن طبعا الحمد لله كان اختيار ممتاز، زي ما انتم شايفين كده قدامكم صن، يعني احرز الراجل هدفين وكمان كلين شيت مع 2 المباراة 13 نقطة، وخد كمان بونص 3 نقط، يعني الحمد لله الحمد لله 16 نقطة، ودي حاجة كويسة. يعني دي بروين وسون مكان صلاح وجوتا، عندك دي بروين وسون جايبين لي لحد دلوقتي يعني 16، وعندك كمان تقريبا 12، يعني حوالي 28 نقطة 29 نقطة من 2 لعيبة، ده كويس. وكمان طبعا اخترت ان اعمل هالاند كابتن على اساس انه كان افضل واحد يعمل كابتن في الجوله دي، وزي ما انتم شايفين عندكم الراجل طبعا جايب 34 نقطه، يعني دي حاجه مميزه جدا جدا جدا. اخترت كمان كلوزوفسكي في نص الملعب على اساس اتاكدت ان الراجل هيلعب المباراه، والحمد لله الراجل يعني جاب 6 نقط، حاجه مش يعني حاجه كويسه مش وحشه. 6 نقاط مع اللعيبه اللي عندي عامله حاجه، رفع يعني الترتيب شويه. كمان اخترت سميث رو، الراجل اللي كانوا نتوقع ان يعمل حاجه المباراه زي ما قلت لكم طبعا. قلت لكم ان سميث رو هيعمل، ان هالاند افضل تريبل كابتن، ان دي بروين وسون يعني فرصتهم كبيره. الحمد لله الاختيارات اللي قلت لكم عليها كلها كسرت الدنيا. عندك كمان واحد زي سميث رو قلت لك هيعمل حاجه، وفعلا الراجل 7 نقاط، وكمان في 3 بونص، يعني وصل 10 نقاط، ودي حاجه ممتازه 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 على واحد 5.5 بيلعب في فريق زي فولهام، انه يجيب لك 10 نقاط في جوله، فدي حاجه كويسه. في ناس بتشتريها مثلا ب8 زي ما شفنا واحد زي برونو فرنانديز تاني مباراة على التوالي، يعني ما بيعملش حاجة وكده، تقريبا في ناس كتير هتحاول تتخلص منه لأن في اختيارات أحسن منه بتعمل كل جولة. حرام اشتري لعيب ب8 مليون ولا 8 ونص ويقعد جولتين ما يعملش حاجة، وفي المقابل عندك لعيب ب5 مليون بيعمل حاجات كتيرة. كمان الحمد لله اشتريت عندك زي ما انت شايف روجرز بتاع طبعا استون فيلا، وده طبعا انا مش هلعبه المباراه دي، سايبه على دكه الاحتياطي، ولكن الراجل انا عارف عنده بعد مباراه استون فيلا 6 7 مباريات سهله، وهيكون تعويض واتكنز، والراجل انا متاكد ان المباريات اللي جايه على فكره هيكون صفقه ممتازه لانه بيلعب اساسي وبيلعب ال 90 دقيقه. فانت لو معكش واتكنز الافضل واحد تجيبه بصراحه هو روجرز. كمان اخترت في الدفاع 3 مميزين، كفارديول كنت بصراحة متوقع انه يطلع كلين شيت، بس يلا الحمد لله الراجل بس طلع بنقطتين وهو اقل واحد عندي. كمان في واحد زي روبنسون انا اخترته على اساس يطلع كلين شيت، لكن الحمد لله قدر يطلع باسيست، يعني الراجل 5 نقاط، ورغم انه داخل فيه هدف فدي حاجة كويسة. عندك بيدرو بورو جاب 6 نقاط، فدي برضو حاجة الحمد لله كويسة. يعني كمان انا لسه باقي لي ايزاك، وعندي كمان بوب، الاثنين من فريق نيوكاسل. ان شاء الله بوب ان شاء الله يعمل كلين شيت، وان شاء الله يعمل حاجه، يعني ياخد بونص، ياخد كم تصدي، يعني ان شاء الله يطلع لي ب7 8 نقاط، تبقى حاجه كويسه. وايزاك ان شاء الله يقدر يعمل حاجه واستفيد منه. يعني الحمد لله انا لحد دلوقتي جبت 100 نقطه، ولسه باقي لي ايزاك وبوب، ودي حاجة كويسة. 100 نقطة من غير تريبل كابتن، من غير بنش بوست، لان الوايلد كارت انا لما حسبتها اعمل هالاند تريبل كابتن ولا اختار الوايلد كارت، لا لقيت الوايلد كارت افضل، لان احنا في نظام ال5 تغييرات اللي باقي لك، اللي هيكون عندك 5 تغييرات تراكمي. فبالنسبه لك ان الوايلد كارت يعني لما تضيع دلوقتي مش مشكله. ليه مش مشكله؟ لان انت كده كده الوايلد كارت لازم تتخلص منه في نهايه الدور الاول. طيب هتخلص منه في نهايه الدور الاول،
طبعا الدور الاول احنا عارفين كلنا ما فيش مباريات دبل جيم ويك، يعني مش هستفيد منه غير لو فريقي مزنوق قوي او في اصابات كتيره. طيب وانا كان في فرق، كان عندي 3 مصابين في الدفاع ومش هيلعبوا، في نفس الوقت عندي التشكيله مش اللي هي، رغم الحمد لله الجوله اللي فاتت جبت 84 نقطه ولحد دلوقتي جايب 100 نقطه، فدي حاجه كويسه في اول جولتين. يعني انت بتتكلم ان شاء الله مع ايزاك وبوب يعني 200 نقطه في بدايه الاول مباراتين، دي حاجه مميزه وهتعليني في الترتيب. بس انا اخترت الوايلد كارت لان الوايلد كارت زي ما بقول لك يعني هيبقى عندي 5 تغييرات بعد 3 4 جولات، فانت حتى لو في اصابات يعني استحاله واحد، حتى لو هتعمل الوايلد كارت انت طبعا استحاله تغير الفريق كله. انت حتى لو عندك وايلد كارت اقصى شيء بتعمله في الوايلد كارت 6 7 تغييرات، فحته ال5 تغييرات التراكمي حتى لو عملت -4 دي مش مشكله، لو عندك 6 لعيبه هتعرف تعمل وايلد كارت كويس صغير. وكده كده هنعرف نستفيد بالوايلد كارت، عشان كده انا اخترت الوايلد كارت وما شاء الله يعني جاب معايا نتيجه كويسه. وطبعا الواحد بيشكر الله سبحانه وتعالى على المجموع اللي انا جبته. ويلا يا شباب شد حيلكم معانا وبجد ان شاء الله يعني حاولوا تتابعوني شويه وهتشوفوا والله العظيم انا بختار لعيبه بتكون خرافيه. انا بتبقى عيني على اللعيب الكويس، اللعيب اللي هيعمل حاجه، اللعيب اللي ما شاء الله لو تابعتنا من الاول هتشوف في الجوله الاولى يعني اللعيبه اللي اخترتها 84 نقطه كان ممكن تعدي ال 100 نقطه، بس طبعا واحد زي كانسوا طلع في الشوط الاول، واحد زي ميرفي سوء حظ ان يحصل طرد فيطلع بدري فدي اثرت عليا، واحد زي كلوزوفسكي ما لعبش المباراه اللي فاتت بسبب سولانكي يعني. لكن الحمد لله فترتيبي كويس، الجوله اللي فاتت طلع ترتيبي 152,000 على العالم، الحمد لله لحد دلوقتي 100 نقطه، لسه باقي لي ايزاك وبوب ان شاء الله يكون طبعا في ال100,000 الاوائل ويمكن اكتر من كده لان ترتيبي كويس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.